في حاجات لو عملتيها مش هتضطري تروحي أبدا لدكتور نفسي. مش كل وجع محتاج دواء، لكن كل وجع محتاج وعي. في عادات صغيرة جدا لو بقيتي متمسكة بيها هتمنع عنك كمية كبيرة من الضغط والاستنزاف والانطفاء الروحي. ابعدي عن الناس اللي بيستنزفوا روحك. مش كل حد في حياتك لازم يفضل فيها. في ناس وجودهم لوحده كفيل يبوظ مزاجك، يسرق سلامك ويشككك في نفسك. وأول خطوة للصحة النفسية هي إنك تعرفي مين لازم يخرج من دايرتك. بطلي تكتمي كل حاجة جواكي. اللي بيكتم كتير بيتعب كتير. مش لازم تحكي للكل، لكن لازم يبقى عندك مساحة آمنة تتكلمي فيها، تبكي، تفضفضي من غير خوف. المشاعر اللي ما بتتقلش أحيانا بتتحول لألم. ما تربطيش قيمتك برأي الناس. أكتر حاجة بتتعب النفس إن الإنسان يفضل طول الوقت مستني قبول، رضا من الخارج. طول ما قيمتك في إيد غيرك عمرك ما هترتاحي. السلام النفسي بيبدأ لما تبطلي تشتغلي على إرضاء الجميع. نامي كويس وكلي كويس واهتمي بجسمك. أيوة، البساطة دي فارقة جدا. في حزن أحيانا بيزيد من السهر، وفي توتر بيكبر من الإهمال، وفي ضغط بيتضاعف لما الجسم نفسه بيكون مرهق. العقل التعبان غالبا ورا جسمه مريض مهمل. حطي حدود واضحة جدا. اللي بيتعب أكتر من غيره هو الشخص اللي دايما بيقول معلش، مش مشكلة، سيبها تعدي، لحد ما يلاقي نفسه مكسور من جواه. الراحة النفسية مش إنك تكوني لطيفة طول الوقت. الراحة النفسية في إنك ما تسمحيش لحد يدوس عليكي باسم الذوق. بطلي تحملي نفسك فوق طاقتها. مش لازم تبقي قوية كل يوم، مش لازم تبقي مثالية، مش لازم تلحقي كل حاجة. في تعب نفسي كبير جدا سببه إن الإنسان بيتعامل مع نفسه كأنه آلة مش روح. اتعلمي تروحي لنفسك بدل ما تهربي منها. أوقات كتير المشكلة مش في الدنيا، المشكلة إننا بقينا بعيد جدا عن نفسنا. لا بنفهمنا ولا بنسمعنا ولا بندي روحنا فرصة تهدى. وأحيانا أكبر علاج يبدأ من سؤال بسيط: أنا مالي بجد؟ والحقيقة